بورش عملت مفاجأة من العيار الثقيل. بنتلي لسه بتقول وداعا لمحركها الأسطوري W12. بورش دخلت على الخط في الخفاء وبتكتب فصل جديد تماما. بورش سجلت براءة اختراع المحرك W12 جديد بتصميم هيغير قواعد اللعبة. ده مش أي موتور W12 عادي، ده بثلاث صفوف اسطوانات، يعني تكنولوجيا خيالية هتقلل الاحتكاك وتزود الكفاءة بشكل مش طبيعي، وهتخلي تصميم العربية نفسه أشيك وأقوى. والجديد كمان الموتور ده ممكن يجي بأكتر من شاحن توربيني، يعني استجابة سريعة جدا وقوة جبارة في التسارع. ده غير نظام تبريد وتدفق هواء جديد هيخلي الأداء مثالي. يعني إيرث بنتلي الدبليو 20 مش هيروح، بورش جاية علشان تحييه من تاني بس بشكل ألماني وفخم. لسه مفيش تأكيد رسمي من بورش، بس التسريبات بتقول إنهم ممكن يكونوا بيجهزوا النسخة هجينة أو كهربائية جزئيا علشان تتماشى مع المستقبل. هل احنا على وشك نشوف جيل جديد من العربيات الفاخرة الرياضية بمحرك W20 من بورش؟